السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناه يشترك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص يا جماعه، خلصنا تشطيب في البيت، واول واحد خد العين محمد. بدأنا بمحمد النهارده. محمد كان بيضيع مننا والله العظيم، كان تعبان جدا جدا، جاله دور سخونيه جديد يا جماعه، وقلب عنده بحمى، والدور جاي له صعب جدا جدا والله العظيم. بقى مركب 3 محاليل وراح اركب له 2 دلوقتي، يعني 5 محاليل في يوم واحد. بس ربنا المستعان بقى، ادعي له يا جماعه ان ربنا يشفيه ويخش عنه يا رب، لان الدور جاي له شديد جدا جدا، والدور ده صعب يا جماعه، مش مخلي اي حاجه من حراره الجو، مبهدله الدنيا كلها. فربنا المستعان بقى يا جماعه. هبدا بس اركب له المحلول الازاز ده الاول، عشان ده المحلول بتاع السخونيه. هركب له ده الاول، وبعدين اركب له ايه؟ محلول الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. بتقول ايه؟ كده المفروض بخلص في قد ايه؟ ها؟ بخلص في قد ايه؟ 5 دقايق 10 دقايق. 15 دقايق. نزل طب نبدا نركب المحلول الصغير يا جماعه اهوت الاول. طلع بس نخرج الهواء اللي فيه. عايزين سن الابره دي، سلك الجهاز الاول وبعدين هحط سن الابره دي. نجيب سرنجه ميه الاول عشان اسلك الكالون، لان الكالون مكتومه يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. لا مش قوي كده عشان ما تشدش الجهاز. انت كل فايدك في خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بينا اكشن اصلا. خلاص يا حبايبي، سلكنا الجهاز بتاعنا اهوت، الكلمه بتاعتنا، وهنركب الجهاز عادي خالص. اصبر يا محمد، ارفع ايدك يا ابني عشان ايه الجهاز يجيب على طول شغال. المحلول ده يا جماعه عشان السخونيه دي بيركب الاول، وبعدين بنركب محلول الملح. ايه يا احمد زهقان ليه يا احمد؟ الجو حر يا جماعه، احنا جايبينه منيمينه في ارض الركنه هنا، لان الجو حر مش طايق ينام في الاوضه جوه، فجايبينه ينام في الركنه هنا، لان ممنوع ينام في مروحه، فجبناه ينام هنا عشان بس ايه الحر صعب جوه في الاوض، وممنوع ان هو ينام في مروحه لان الهواء صعب عليه. شغال كويس. عايزاكم بس يا حبايب قلبي تدعوا له ان ربنا يشفيه بس يا رب، ويعدي الدور ده على خير، لان الدور الحمى ده صعب جدا جدا يا جماعه، والدور ده ماشي مش مخلي اي حد من حراره الجو، مش مخلي اي حاجه، فربنا المستعان. الحمد لله انها جت على قد كده، وربنا يسترها، لان والله العظيم رحت اركب له محاليل الصبح بعد ما كشفت عليه، اغمى عليه في قلب الصيدليه وزرق مني، وكان مشدد وكانت حالته حاله، فبقيت اقول عليه العوض ومنه العوض يا رب، بقيت اقول ده هيروح مني، فربنا يسترها يا رب. والله العظيم دي رابع محلول، والخامس هيركب وراه على طول، دول بس النهارده، فربنا المستعان، بس ربنا يعفي عنه يا رب، والايه والسخونيه تنزل، عشان ربنا ايه يعديها على خير ان شاء الله. خلاص يا حبايبي، خلصنا محلول الصغير اهو، دي بتاع السخونيه خلاص خلص. هنبدا بقى نشغل محلول الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى اللي هينضاف عليه كميه كبيره من الحقن يا جماعه، فلازم يكون هادي، ما نسرعهوش، عشان بس ايه
ما يعملش عنده هبوط ولا يعمل عنده عشان، يبقى هادي جدا جدا، يعني ننزل نقطه بنقطه. نبدا بقى نضيف الخضار بتاعتنا وغير كميه خضار بنضاف عليه. نعم. افصلي. ايه اللي حصل؟ افصلي. ايه؟ انت اشتلت الاول الخرطوم من ايده وحطيت طلعت الميه اللي فيه اللي كان منه شويه ميه. ملوش دعوه، بطل على طول. كان فيه هوا. لا مش في حاجه. كان فيه هوا في البتاع من فوق. بيبقى من فوق ملوش دعوه. ايوه. بتعستني ملوش دعوه يعمل حاجه. الخرطوم مش مقطع. طيب ماشي. بتاع الحقنه دي 9 بقى يا احمد كذلك كده عشان الجلده بتاعتها يا احمد. شفت الحقنه اللي في الثلاجه؟ اما هي دي كنت اعمل لي بتاع ده افصل بقى دي كده ولا لا؟ الجلده بتاعتها صعبه، الابره مش هتخش فيها. على فكره الدكتوره عشان نصرف الحقنه دي عليها مصاريف. الدكتوره عليها مصاريف تاني تقيله، السرير مش هتمشي. خالص في الاول. محمد بس كده اخوك يا احمد. بس كده اخوك تعالى. خلي ايدك على ايده نقطة على ما اخلص. مش ايده هيبوظ الدنيا.
فاكره بتاعتها. هتشي بتمي. الجلد بتاع الحقنه اللي كانت في التلاجة الجلد بتاعها ناشف برد السن. عايزين بس نعدلهم ونحطها خلاص، مش عايزين حاجه غير كده. شيل ايدين فوق عشان اصحاب السنة. الضيق خش. معناش اي سرنجات يا احمد خالص بتاعت مكانها. العلاج بتاعك اللي هي مش في سرنجات. امسك كده. لان السن ده اتكتم خالص، ما عادش نافع. بس على السريع بس. على ايدي وعلى الخيط. السن اتكتم يا جماعه من كتر الحقن. السن اتكتم ما عادش راضي يسحب اخر حقن. بس يا رب ابو ليلى يلاقي حقنه تانيه بتاع السرنج. احنا عايزين سن بس، المشكله كلها في السن الوقت حاليا. اكسر الشاشه دي يا احمد. خلاص اخيرا لقينا سن يا جماعه وشغلنا الحقنه اهي كده. خلاص المحلول جاهز من كله. هياخدوا بقى ببطء خالص، يعني ممكن يقعدوا ساعتين كده شغال على ما يخلص براحته، عشان بس ايه في حقن كتير وفي مضاد حيوي عشان بس ما يعملوش هبوط بس. هات يا احمد بقى. هات عايز تروح تنام روح نام.